ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ ارسنال بيكسب توتنهام 2-1 في النورث لندن ديربي علشان يقلل الفرق بينه وبين ليفربول لاربع نقط بس. تعالوا نتكلم عن الماتش. الصراحه يعني المره دي هحاول ان انا ابقى متفائل شويه، هحاول ان انا ابقى اوبتيمستيك شويه. الماتش كسبناه 2-1. هو كان اهم حاجه في الماتش ده بصراحه ان احنا نطلع منه بالثلاث نقط، لان ليفربول امبارح اتعثروا قدام نوتنغهام فورست، واحنا كان عندنا فرصه ان احنا نستغل النقط اللي هم وقعوها دي. فانا كان بالنسبه لي اللي هو لو احنا كمان بقى المره دي ليفربول قاعدين بقى لهم مرتين بيقعوا واحنا مش بنستغل الموضوع ده، لو وقعوا تاني واحنا كمان ما عوضناش ان احنا كسبنا وخدنا الثلاث نقط دول، يبقى كل سنه وانت طيب بقى، فعلا بجد مفيش امل في الفرقه دي خالص. فالحمد لله طلعنا بالثلاث نقط، ولكن ضيعنا كتير قوي قدام. يعني الماتش ده احنا كلنا قعدنا متنشنين لاخر دقيقه فيه بدون داعي. انا شايف ان الماتش ده كان ممكن يخلص 3-4-1 مثلا ونريح، بس طبعا ده علشان مشكله الفينيشنج قدام، او مشكله ان احنا ما عندناش ناس قدام بتعرف تخلص او مهاجم بيعرف يخلص. شفنا في كذا لقطه النهارده هافرتز وستيرلينج قدام الجون بيتعازموا على بعض بالكوره. مفيش بنوصل وبنقعد نرفع، مفيش حد في الصندوق يخلص. هافرتز بتجيله تحسه خايف برضو يشوط، خايف، ما عندوش ثقه خالص، برضو ما عندوش المرونه ان هو يراوغ لعيبه توتنهام، او ان هو مثلا يشوط في البعيده او الكلام ده. تروسرد كذا مره مثلا الكره تجيله على الطاير وتقلش يشوطها وتقلش، طبعا باستثناء طبعا يعني الجون اللي جابه، بس كذا مره في الشوط الاول لو فاكرين الكره كانت بتجيله ويجي يشوطها على الطاير تقلش، ما يعرفش يشوطها. ومع ان مثلا سون اول مره تجيله على الطاير في الماتش كله قام حاططها جون، خدت ديفليكشن بس اتليست يعني رجله خبطت في الكوره. فاللي انا عايز اقوله عموما ان هو دلوقتي انت عندك فرصة ان انت في يناير ده لو عملت صفقة واحدة صح، لو عملت صفقة واحدة بس صح وجبت مثلا جيوكيرس ب 80 مليون، رحت دفعت فيه 80 مليون وجبته في يناير، هتاخد الدوري. هتاخد الدوري لاسباب كتيرة جدا، لان انت الفرقة مش سيئة. يعني احنا مش كارثيين زي ما الناس بتقول، احنا الدفاع بتاعنا كويس، خط الوسط كويس، انما قدام الدنيا هي اللي كارثيه خالص. فانت مثلا لو جبت جيوكيرز ده ولعبت سانيتو بستيرلينج وبتروسرد او مارتينيلي على الشمال، لا هناخد دوري، هناخد دوري كمان، لان ليفربول ماتشاتهم اللي جايه صعبه. احنا معظم ماتشاتنا الصعبه خلصناها في الدور الاول في الدوري، هم لسه عندهم ماتشات كتيره قوي صعبه بره ارضهم، ولسه في فرق ما لعبوهاش بره ارضهم هيلعبوها ولسه هيوقعوا نقط، وانت الفرق دلوقتي 4 نقط. فانت لو جبت المهاجم ده وقعدت تكسب كل ماتشاتك اللي جايه، هتحط عليهم ضغط بشكل كبير جدا جدا جدا. هيقعوا 100%. انت مش بتنافس مانشستر سيتي اللي هم بيك مانشستر سيتي بتوع الموسمين اللي فاتوا، انت بتنافس فريق قوي، بس فريق يعني قابل للاخطاء وقابل ان هو يعمل غلطات، ومع اول مدرب اول موسم ليه مع الفرقه، وفي لعيبه في الفرقه عقودها بتخلص ومش مركزين زي صلاح وارنولد والكلام ده. وانت ممكن تحط عليهم ضغط بان انت بس لو جبت واحد بيعرف يفينش كويس هتحطهم تحت الضغط ده. النهارده مثلا النهارده مثلا برضو شفنا اوديجارد كذا مره الكوره اوديجارد مبقاش بيعرف يشوط يا جماعه. اوديجارد فيه حاجه غلط، يعني انا مش عارف، رجله الشمال تقريبا بعد الاصابه باظت خالص بقى ولا بس اللي هو يا اما بيقعد مش عايز يشوط، بيقعد يخلي الكوره معاه كتير جدا 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 عقبال ما يشوط، لو شاط بقى بيشوطها وحش جدا، يا اما في السماء يا اما ضعيفه على الارض، تحس الشوطه كده تقضيه واجب. فانا مش فاهم يعني اوديجارد ايه اللي حصل، هل هو اتعالج غلط من الاصابه مثلا، او اللي هو يعني الاصابه اثرت على حاجه في رجليه، حتى برضو حركته تحس فيها حاجه غلط. يعني دي كانت اصابه في الانكل، ما كانتش مثلا اصابه صليبي او اصابه حاجه كبيره جدا في العضله. فانا مش فاهم برضو اوديجارد راجع تحسه كده ده شبح مارتن اوديجارد، مش اوديجارد خالص. يعني مش اوديجارد خالص، احنا متعودين اوديجارد لا بتجيله على شماله في حتت معينه بيعرف يشوط الشوطه الجامده البلياردو دي، او بيعرف مثلا يعمل باصه صح. انا برضو حاسس الباصات بتاعت اوديجارد مش زي زمان، تحركه نفسه مش زي زمان، الشوط بتاعه مش زي زمان. فانا مش فاهم ايه اللي حصل. برضو هافرتس ستيرلينج النهارده يعني اداؤه بالنسبه لي كان اللي هو عادي، يعني كان ده المتوقع الصراحه، متوقع من لعيب انت ما بتديلوش دقايق خالص من اول الموسم وما بيلعبش، شبه تقريبا ما بيلعبش، قاعد على الدكه على طول. جيت فجاه في ماتش مهم زي ده وماتش جماهيري وماتش ديربي ومشحون، نزلته من اول الماتش، مش متوقع ان اداؤه يبقى سوبر. فهو اداؤه بالنسبه لي كان العادي او المتوقع، يعني ما عملش حاجه سيئه جدا، وما عملش حاجه مثلا فوق الخيال. يعني مثلا اللقطه بس السيئه اللي في الماتش ان هو جات له كوره كده، هو هافرتس قدام قاعدين بيتعازموا على بعض، اوكي. ففي لقطات مؤشرات كتير قوي بتجيلنا ان احنا لو عندنا بس واحد في الفرقه رقم 9 بيخلص فرص، صدقوني هنكسب كل الماتشات اللي جايه مرتاح. احنا ما عندناش
يعني ماتشات اللي هي ايه البعبع، اللي هو تقول اه ده الماتش اللي هيوقعنا، غير طبعا ايه ممكن هو ليفربول في انفيلد اللي فيه كلام. بس صدقوني لو جبنا جيوكيريز ده هنحط ضغط على ليفربول بشكل كبير. حاجه تانية برضو عايز اتكلم عليها، لويس كيلي بصراحه الولد عالمي يا جماعه، عالمي. باك ليفت مطلع من عندك، عنده 18 سنه، والولد مثلا كل ما بيلعب بصراحه ما بيديناش احساس ان هو عنده 18 سنه خالص. تحس باك شمال عنده خبره ولعب ماتشات كتير جدا ودماغه نظيفه وعارف يعمل ايه في الكوره، وعارف ينزل ازاي امتى نص الملعب وامتى يطلع باك ليفت، وسريع وعارف يدافع وعارف يهاجم. وعنده برضو روح الفرقه، شفنا حتى لما هو بيتبدل وكده، وعنده الحته اللي هي ايه العصبيه دي شويه، اللي هو مش لعيب مثلا خرع كده، او اللي هو ايه اي وينج يمين مثلا شخصيته قويه شويه هيحط عليه، لا. او يعني مش سهل، مش سهل. وعجبني جدا بصراحه، يعني من مكتسبات الفتره الاخيره دي فعلا هو لويس كيلي ده. بجد 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 بجد، يعني احنا فعلا محظوظين ان احنا عندنا لعيب صغير قوي كده في السن وبالموهبه دي. وبصراحه انا شايف ان كالافيوري ده لما يرجع من اصابته، يعني لو بيرجع من اصابات اصلا مش هيشمها، المفروض ما يشمهاش طول ما لويس كيلي ده فت. يعني انت اللعيب ده 18 سنه واحسن من كالافيوري 100 مره، واحسن من تيرني، واحسن من زينشينكو، واحسن من احسن باك شمال عندك طالع من الاكاديميه. طب انت ليه رحت جبت باك شمال؟ مش عايز ارجع بقى تاني للموضوع ده تاني. ليه رحت دفعت الملايين دي في كالافيوري؟ ما كنت تحوش الفلوس دي في مهاجم قدام، فاهمين قصدي؟ بس ما علينا، يعني خلاص. انا بحاول ان انا ايه ابص للماتشات الجايه او لبقيه الموسم بنظره متفائله شويه، عشان اعرف بس اكمل ورا الفرقه. عشان لو قعدت اسودها قوي كده مش حاسس ان انا هعرف ايه استحمل اللي جاي. بس هو لازم يا جماعه والله صدقوني، لو ما جبناش مهاجم في يناير ده ما فيهاش دوري. يعني دي الحاجه اللي متبقيه، دي احنا خلاص اولموست، احنا دلوقتي في نص يناير، يعني لازم خلاص. انت ما فيش اي مهاجم سامعين انه قريب من ارسنال، تمام. احنا في صفقتين سامعين مثلا ان هم ايه خلاص قربوا. يعني عندك زوباميندي بتاع ريال سوسيداد ده لعيب اصلا محور ارتكاز رقم 6، وكان بيلعب مع ريال سوسيداد في الدوري الاسباني. الحته دي ما بيلعبش اي مركز تاني، وانت دلوقتي في اشد الحاجه لمهاجم او لجناح او لعيب بيجيب اجوان. فرحت اتعاقدت مع لعيب محور ارتكاز برضو. هو هيجي الصيف الجاي وهيجي بدايه من الموسم الجاي، بس اللي هو يا جماعه اولويات، اولويات. يعني انا اللعيب ده الصراحه انا ما بتابعش ريال سوسيداد، فانا مش عارف هو كويس ولا وحش. بس عندي تعليقين. التعليق الاول، مش ده اول مركز انت محتاجه، انت عندك عقم هجومي قدام، راح تجيب محور ارتكاز دلوقتي ليه؟ تمام. دي اول حاجه. الحاجه التانية ان هو انت ديكلان رايس الموسم اللي فات دفعت فيه 100 مليون، 100 مليون علشان يلعب في الحته دي اللي هي رقم 6 بتاعت محور الارتكاز. دلوقتي راح تدفع 50 مليون في واحد محور ارتكاز تاني عشان يلعب هو الحته دي، وتلاعب ديكلان رايس 8 اللي هي اصلا مش حتته، وانت بتحاول تفورست عليه بالعافيه. ما هو مش بيعرف يلعبها يا ارتيتا، مش بيعرف يلعب، دي مش حتته. انت جايبه علشان هو كويس جدا، وكل الانديه كانت عايزه ديكلان رايس علشان هو مميز قوي 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 في حته محور الارتكاز دي. قوي بدنيا وبيعرف يعمل تاكلز وانترسبشنز وياخد الكوره في نص الملعب واجريسيف، هي دي حتته. انت بتحاول تديله ادوار هجوميه ليه؟ مش هيأديها كويس. وبتحاول تلعب بارتي 6 ليه؟ ما بارتي طول عمره بيلعب 8 دي كويس من ايام جاك. فانا مش شايف احنا ليه بنحاول نستغل نلعب داكلين رايس في حته مش حتته، مش قوته خالص. يعني انت تستغل قوته، لعيب كويس جدا ومن احسن لعيبه في العالم في حته 6 دي، انما هو مش حتته الحته الهجوميه دي، انه يطلع بالكره ويزيد ويرقص ويشوط مش حتته. فانا مش فاهم احنا ليه بنحاول نحوله بالعافيه رقم 8 ونجيب واحد تاني رقم 6 يلعبها. طب ما انت حلو جدا رايس ده لعبه 6، اوكي، وتعاقد مع 8. هتقول لي جبت ميرينو، ماشي فشل، هتعمل ايه وانت عندك بارتي وجورجينيو خلاص هيمشوا تقريبا برضو في اخر الموسم؟ فروح حتى 8 ولاعب رايس في السته دي. انما يعني انا ايه مش عارف ايه اللي في دماغ ارتيتا الصراحه، مش مقتنع يعني بالصفقه دي. ما اعرفش الزوبيمندي كلاعب يعني بصراحه ايه نظامه، بس انا مستخسر بس ان احنا عندنا اوريدي رايس كويس قوي في الحته دي، فانا مش عايز العبه في حته مش حتته. برضو يعني ارتبطنا كتير قوي في الفتره اللي فاتت بفالوفيتش من يوفنتوس. مش حاسس ان فالوفيتش ده هو المهاجم الايه اللي هيودينا النقله التانية اللي احنا محتاجينها برضه بكل امانه، عشان ابقى صريح معاكم ان انا فالوفيتش برضه تاني انا مش بتابع يوفنتوس، بس من ارقامه كده وشفت له كام فيديو، لا بيضيع كتير ومش اسرع حد في الدنيا برضه. فانت ممكن تكون ايه بتتكلم على اوليفر جيرو جديد كده في الفرقه. يعني احنا مش ناقصين لعيبه بتضيع، كفايه اللي عندنا، كفايه بجد الناس اللي عندنا اللي معرفوش يعني ايه احط جون. محتاجين نجيب واحد اللي الجوان دي بالنسبه له انا متعود، عارف الجون فين، عارف اشوط ازاي، عارف اقطع ازاي على الضيقه، عارف ازاي ارقص، عارف ازاي اجري، الكلام ده كله. بس انا مش شايف ان فالوفيتش ده هو اللي هيعمل لنا دي خالص خالص. فاتمنى انه ايه يعني ما تبقاش هي دي الصفقه الايه اللي احنا شايفين ان هو ده المهاجم وخلاص، ايه الاداره بتسكت الجماهير جبنا لكم المهاجم ده. انا شايف صراحه
ايساك لو غلي قوي خلاص انت مستحيل تجيبه، خلاص يا سيدي بلاش، مع انها غلطتك يعني ان انت استنيت عليه كل ده، بس روح هات جيوكيرس. 80 مليون في لعيب زي جيوكيرس ده والله ما كتير، وده هينقلك نقله تانية خالص. ولو استنيت عليه فرق تانية هتروح تخطفه، هتلاقي بقى مانشستر سيتي ولا تشيلسي ولا اليونايتد، الناس اللي معاهم فلوس اكتر منك دول راحوا خطفوه منك. ادفع 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 فيه، مش خساره، ادفع فيه عشان تكسب بطولات عليها القيمه. تمام. انما اوفرول مبروك على الثلاث نقط في الديربي، ويا رب يا رب ما يبقاش ماتش كده وخلاص، يا رب نكمل المسير. محتاجين يعني ان ايه الفرقه يحصل لها 4 5 ماتشات كده مسيره انتصارات متتاليه ورا بعض، ونشوف الناحيه التانيه يحصل لهم ايه. أنا ليفربول الماتش الجاي عندهم برينتفورد، في برينتفورد ماتش صعب وملعب رخم وملعب يعني ايه مش سهل خالص، وممكن على الاقل على الاقل يتعادلوا تاني هناك. اوكي. فاحنا يعني بجد بجد نركز في نفسنا، نعمل بس اللي علينا، نجيب صفقة المهاجم ده ونركز في نفسنا، عشان احنا برضو ممكن لسه يجيلنا اصابات تاني. تمام. دي حاجة اتعلمنا. لويس كيلي انا خايف عليه من الاصابة. تمام. تمبر بيتصاب برضو بمزاجه كده. تمام. بارتي لحد دلوقتي لسه ما اتصابش، فهو اكيد مخبي اصابته لفترة مهمة في الموسم، فاحنا محتاجين يعني نعرف ان احنا لسه هيجيلنا اصابات تاني. وعندك لعيبه مهمه قوي بره زي ساكا وزي وايت. وايت المفروض ان شاء الله قرب يرجع، بس ساكا هيرجع في مارس لسه، ولسه اصلا ايه عقبال ما يرجع ويرجع لمستوى كده هيكون الموسم بيفنش يعني. فانا يعني بحاول ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبقى متفائلين الفتره اللي جايه. صدقوني الدوري في الملعب، انا مش شايف ان الدوري خلاص. ليفربول انا كنت شايف في الاول ان ليفربول مش هيخسروا وماشيين زي، لا لقيت ان هو في المستوى مش احسن حاجه وبيقعوا في المستوى وكده. فمحتاجين بس نحط عليهم ضغط وان شاء الله في الملعب ونشوف اللي هيحصل. ولسه هنلعبهم في انفيلد، ولسه هم هيلعبوا مانشستر سيتي، ولسه هيلعبوا برنتفورد، ولسه هيروحوا اماكن صعبه يلعبوا فيها، ولسه هيلعبوا ايفرتون في ايفرتون. فان شاء الله الموضوع فيه احنا بس نركز في ماتشاتنا، ما نوقعش نقط تاني، ما نوقعش نقط تاني، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير. تمام. يعني نجيب بس المهاجم ده، يعني ما ينفعش يناير يخلص من غير ما نجيب بالمهاجم. شكرا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وفولو برضو على تيك توك وعلى تويتر @arsenalawi، واشوفكم الفيديو الجاي.